يا أهلا بكل حبايبنا في قناة أحمد ستوري. النهاردة معانا ملخص فيلم جديد اسمه The Human Centipede. لكن قبل ما نبدأ اوعوا تنسوا تذكروا الله وتصلوا على رسول الله. فيلمنا بيبدأ في ألمانيا وبنشوف دكتور هيتر اللي بيكون قاعد في عربيته وبيتفرج على مجموعة صور غريبة وبيكون فيها أشخاص بشكل حيوانات، وبنعرف إنه كان جراح مهم جدا. بعدها بنشوف شاحنة كبيرة بتقف ورا عربية دكتور هيتر، والسواق بينزل للغابة عشان يدخل الحمام، وأول ما بيشوفه دكتور هيتر بينبسط جدا وبياخد بندقية الصيد بتاعته وبيدخل بسرعة وراه الغابة وبيضرب عليه نار وبيصطاده وبياخده معاه على البيت. وبنروح لفندق في المدينة وبنشوف جيني ولاندي، وبنعرف إنهم جايين يقضوا الأجازة في الفندق وبيجهزوا عشان يروحوا بار لأن صديق جيني بيكون مستنيها هناك. وفعلا بيلبسوا وبينزلوا لكنهم مش بيكونوا عارفين مكان البار فبيتوهوا. وفي الوقت اللي بتكون فيه جيني بتحاول إنها تفتكر الطريق كاوتش العربية بيفرقع فبيتضايقوا هما الاتنين لأن محدش فيهم بيكون عارف يغير العجلة، وبيتصلوا بشركة صيانة لكن المكان مش بيكون فيه شبكة فبيرجعوا العربية ومش بيبقوا عارفين يتصرفوا ازاي. وبيفضلوا واقفين وقت طويل لحد ما بتقرب منهم عربية وبيكون فيها راجل كبير وبيطلبوا منه انه يساعدهم ويغير لهم عجلة العربية او يكلم لهم الصيانة، لكنه بيكون عايز يتحرش بيهم فبيخافوا منه وبيقفلوا العربية عليهم وبيفضلوا مستنيين حد يجي يساعدهم. بعدها بيقرروا انهم ينزلوا الغابة عشان يدوروا على اي بيت او يلاقوا اي حد يساعدهم، لكنهم مش بيعرفوا يرجعوا للعربية وبيتوهوا في الغابة. في الوقت ده بيلمحوا ضوء جاي من مكان بعيد فبيروحوا ناحيته لحد ما بيوصلوا البيت في وسط الغابة، وبيكونوا عايزين حد يفتح لهم لكن محدش بيكون سامع صوتهم. والدنيا بتمطر فبيخرج صاحب البيت عشان يشوف ايه اللي بيحصل، وبيكون صاحب البيت هو دكتور هيتر. ولما بيخرج بيسألهم هم بيعملوا ايه في المكان ده، فبيقولوا له ان عربيتهم عطلت في الطريق وانهم مش عارفين يتصرفوا. فبيدخلهم البيت وليندي بتطلب منه يتصل لهم بالصيانة علشان يصلحوا العربية، فبيوافق هيتر وبيدخل المطبخ لكنه مش بيتصل بالصيانة، وبيحط لهم برشام مخدر في المية وبيخرجها لهم. وبيعرف ليندي انه اتصل بشركة الصيانة وانهم هيجوا في خلال ساعة. بعدها ليندي بتقع منها المية فبيتعصب هيتر جدا وبيسيبهم وبيمشي، والاتنين بيخافوا منه جدا وبيكونوا عايزين يخرجوا من البيت. لكن جيني بتطمن صاحبتها وبتقول لها انهم لازم يستنوا هنا. وبنشوف هيتر وهو نازل البدروم وبيكون المكان عبارة عن معمل، وبيخرج مادة وبيحطها في حقنة وبيخرج عشان يدي ليندي فوطة عشان تنشف بيها المية. في الوقت ده المخدر بيكون بدأ يظهر على جيني وبتبدأ تفقد الوعي، وليندي بتسأل هيتر عن اللي بيحصل فبيقول لها ان ده بسبب مخدر حطه في المية بيسبب فقدان الذاكرة وبعده فقدان في الوعي. وبنشوف ليندي اللي بيكون بدأ يظهر عليها أعراض غريبة هي كمان وبتبدأ ترجع وتفقد الوعي وبتقع على الأرض. وبيستغل هيتر الفرصة وبيحط الحقنة في رقبتها، ولما ليندي وجيني بيفوقوا بيلاقوا نفسهم في أوضة عمليات ومربوطين في السراير ومتوصل بيهم أجهزة طبية كتيرة، وبيكون في السرير اللي جنبهم سواق الشاحنة اللي هيتر ضربه وهو في الغابة. وبيجي هيتر وبيعرف سواق الشاحنة إنه مش مطابق للمواصفات اللي هو عايزها وبيقول له إنه كده لازم يقتله. وبتكون ليندي مرعوبة جدا وفعلا بيخرج حقنة وبيحطها في الأنبوبة اللي متوصلة بجسمه. بعدها بيموت السواق وبياخده هيتر الغابة وبيدفن جثته. في الوقت ده بيشوف شخص تاني موجود في الغابة فبيصطاده هو كمان وبياخده معاه البيت، والشخص ده بيكون من اليابان وبنعرف إن عنده مشاكل نفسية وعائلية كتير. وبيحطوا هيتر مكان سواق الشاحنة وبيفوقوا، وبنشوف جيني وليندي وهم بيترجوه إنه يخرجهم لكنهم مش بيسمع كلامهم وبيسيبهم ويمشي. بعدها بيرجع وبيلبس البلطو بتاعه وبيفتح البروجيكتور وبيقول لهم أحب أعرفكم بنفسي. وبنعرف إن اسمه جوزيف هيتر، بيكون أخصائي جراحة فصل التوائم الملتصقة وإنه اشتغل جراح لفترة طويلة جدا وكان يعتبر من أشهر الجراحين. وبيقول لهم إن دلوقتي بقى متقاعد وإنه بعد التقاعد بدأ يعمل عمليات جراحية غريبة جدا، وآخرها إنه حول 3 أشخاص ل3 كلاب ملتصقين. بعدها بيشرح لهم إزاي عمل العملية وبيقول لهم إن لما أربطة الركبة وأربطة الساق بتتقطع الركبة بتنحني ومش بترجع تشتغل بشكل طبيعي تاني. وبيعرفهم كمان إنه بيقطع الفك العلوي والأسنان الجانبية وبكده الشفايف بتتفرد وبيتغير شكلها الطبيعي. وبيعرفهم كمان إنه بيقطع بين الجلد والغشاء المخاطي وبتكون على شكل حلقة بيوصل منها كل إنسان من ال3 في بعض، وبيعرفهم إن دي العملية اللي هيعملها لهم. وقت ما هو بيشرح اللي هيحصل بيكونوا كلهم مرعوبين ومش قادرين إنهم يفكوا نفسهم ومش بيكونوا عارفين هم عملوا إيه علشان يحصل معاهم كده، لكنه بيعرفهم إنه بيستمتع بالتجارب الجديدة. وبيروح دكتور هيتر علشان يخدر أول شخص وبعدها بيروح عشان يخدر جيني. في الوقت ده ليندي بتستغل إنه مش باصص عليها وبتفك الرباط بسنانه وبتحاول تهرب من الأوضة. ولما بتشد الأنبوبة اللي في إيديها بتعور نفسها لكنها بتكمل علشان تهرب، لكن بتلاقي كل البيبان مقفولة ومش بتكون عارفة تهرب إزاي. وبتدخل بسرعة الأوضة فاضية وبتقفل على نفسها الباب
وبيحاول دكتور هيتر انه يفتحه لكنه مش بيقدر، وبتفضل تدور ليندي على مكان في الأوضة تهرب منه. لما بتشد الستارة بتلاقي دكتور هيتر واقف ورا باب إزاز وبيكسر الباب بالبندقية بتاعته، فبتفتح ليندي باب الأوضة وبتجري بسرعة لكنها بتقع في حمام السباحة. ودكتور هيتر بيقف قدامها وبيوجه البندقية عليها لكنه مش بيرضى يقتلها، وبيقول لها انه هيخليها هي رقم 2 وبكده هي هتكون اكتر حد هيتعذب في ال3. وبيطلب منها انها تخرج من المية، ولما مش بترضى تخرج من حمام السباحة بيدوس على زرار علشان يفضي الحمام لكن الكهرباء بتقطع. فبيتحرك دكتور هيتر عشان يشوف ايه اللي حصل، وبتستغل ليندي الفرصة وبتروح بسرعة عند أوضة العمليات وبتفك صاحبتها جيني وبتجرها عشان يخرج من المكان، وبتفتكر الإزاز المكسور فبتاخد صاحبتها وبتروح بسرعة الأوضة عشان تهرب. وفعلا بيقدروا يهربوا، ولما بيوصلوا لآخر البيت هيتر بيضرب على ليندي سهم مخدر فبتقع على الأرض جنب صاحبتها وبتفقد الوعي. بعدها دكتور هيتر بياخدهم وبيرجعهم أوضة العمليات وبيستعد للعملية وبيجهز أدواته، وبنشوف ال3 وهم متخدرين ودكتور هيتر ماسك قلم وبيحدد بيه مكان الجراحة، وبعدها بيخلع سنان الفك العلوي وبيقطع أربطة الركبة وبيوصلهم ببعض وبيفرح جدا بعد ما العملية بتنجح. بعدها بنشوفهم هما فاقدين الوعي ومتوصلين ببعضهم، وبيكون الأول هو كات وفي الآخر جيني، وبينهم بتكون موجودة ليندي. وبيكون ده أصعب وضع في ال3 لأن أي حد فيه هيحاول يتحرك ليندي هتتوجع. بعدها هيتر بيجرهم هما ال3 وبيحطوهم في قفص وبيبدأ يعاملهم على أساس إنهم كلاب، وبيقرب من الشخص الأول اللي بيكون اسمه كات وبيحط له الجورنال في بقه وبيطلب منه إنه يوديه عنده، فبيرفض إنه ينفذ أوامره فبيتضايق هيتر. وبعد ما بيجي ميعاد الغدا وبنشوف هيتر وهو بيحط لهم الأكل على الأرض زي الكلاب بالظبط، وبيقعد هو جنبهم على الترابيزة عشان ياكل، فبيتعصب كات وبيقرب منه وبيعضه في رجله لحد ما بتنزل دم. بعدها هيتر بيتضايق وبيضربه برجله وبيعرفه إنه لو فكر يعمل كده تاني هيخلع باقي أسنانه من غير ما يخدره. بعدها بنشوف ال3 وهم لازقين في بعضهم ومش بيكون في أي حاجة في إيديهم يعملوها وبيفضلوا يتحركوا في الجنينة. في الوقت ده بيكون كات عايز يتغوط، وبتكتشف لاندي إنها بتاكل الفضلات بتاعته، وبيقول لهم الدكتور هيتر إنها تفضل تتغذى على فضلات كات طول عمرها، وجيني هي كمان هتتغذى على فضلات ليندي اللي هي في الأساس فضلات كات. وتاني يوم بيكون هيتر في حمام السباحة بتاعه وبيستغل الفرصة، وكات بيسحبهم وراه عشان يهربوا بسرعة قبل ما يرجع، لكن هيتر بيرجع وبياخد باله منهم فبيرجعهم الأوضة وبيفضل يضربهم عشان محدش فيهم يحاول يهرب مرة تانية. بعدها بنشوف هيتر وهو بيرجعهم أوضة العمليات وبيجهز أدواته وبيكشف على كل واحد فيهم، وبيبدأ بكات علشان يطمن على صحتهم لأنه عايز يحافظ عليهم عشان يعيشوا فترة أكبر. لكنه بيكتشف إن جيني حالتها الصحية وحشة جدا وبتكون قربت تموت، فهيتر بيقول لها إنه لازم يبدل مكانها عشان يحافظ عليها. في الوقت ده التليفون بيرن وهيتر بيخرج عشان يرد، وبيقرروا هما ال3 إنهم يصرخوا في وقت واحد عشان المتصل يسمع صوتهم ويعرف إن في حاجة غلط بتحصل في بيت هيتر ويجي ينقذهم. لكن الصوت بتاعهم مش بيخرج من الأوضة بسبب الإزاز الموجود على الباب، ودكتور هيتر بيتعصب عليهم وبيقول لهم إنه هيعاقبهم. وبنعرف إن اللي كان بيتصل بهيتر هو المحقق كيرنز والمحقق فاولر، وبنعرف إن في بلاغ في اسم الشرطة عن اختفاء ليندي وجيني، وبيكون كيرنز وفاولر هم المسؤولين عن القضية. وبيوصل كيرنز وفاولر لبيت هيتر فبيرحب بيهم بعدها، وبيدخل المطبخ عشان يجيب لهم مية وبيكون حاطط فيها نفس المخدر اللي حطه لجيني وليندي. بعدها كيرنز بيسأله لو كان شاف بنتين عندهم حوالي 20 سنة في المكان من فترة قريبة، وبيعرفوا إن عربيتهم مركونة قريب من بيته. فبيقول لهم هيتر إنه بقاله فترة كبيرة مش بيخرج من البيت لأنه دكتور وبيعمل أبحاث وتجارب في المعمل الخاص بتاعه. فبيعرفوا المحقق إن في حد سمع صوت صريخ بنات خارج من البيت بتاعه، فبينكر هيتر. بعدها بيسألوا المحقق لو كان يعرف حاجة عن سواق الشاحنة، لكنه بينكر مرة تانية. فبيقول له إن الشرطة شافت العربية بتاعته كانت مركونة جنب الشاحنة من فترة، وبعدها السواق مرجعش تاني للشاحنة. وبيطلب من المحقق إنه يفسر له اللي بيحصل ده، فبيتعصب هيتر من اتهام المحققين ليه، وبيقرب هيتر من المحقق وبيديله كوباية المية، لكنه بيتعصب عليه وبيرميها على الأرض. وهيتر بيقول له ممكن تهدى، وبينزل عشان يجيب حاجة ينشف بيها الأرض، وبيحضر نفس الحقنة اللي اداها ليندي. في الوقت ده بيعرف ال3 إن في 2 جداد هينضموا للتجربة، وبكده هيضطر إنه يقتل 2 منهم، وبيكون هيتر باين عليه الانبساط. في الوقت ده بيقرب كات وبيسحب مشرط من على الترابيزة من غير ما الدكتور ياخد باله، وبيطلع هيتر للمحققين. ووقت ما بينشف الأرض بتقع من إيده حقنة المخدر، فبياخدها كيرنز وبيسأله أنت بتعمل بيها إيه؟ فبيقول له إن دي حقنة أنسولين لأنه مريض سكر. لكن كيرنز مش بيكون مصدقه وبيطلب منه إنه يفتش البيت كله، لكن هيتر بيكون رافض، وبعدها بيضطر إنه يوافق، لكنه بيعمل حركة ذكية جدا وبيسألهم عن إذن التفتيش، والمحقق بيقول له إنه هيخرج عشان يجيبه في خلال 10 دقايق.
بعدها هيتر بينزل بسرعة البدروم عشان يخرج التلاتة قبل ما المحققين يوصلوا، لكنه بيلاقي المعمل فاضي ومفيهوش حد، فبيدخل بسرعة الأوضة اللي بعدها، وأول ما بيفتح الباب كات بيكون مستنيه وبيضرب المشرط في رجله، بعدها بيضربه في ركبته لحد ما بيقع جنبه على الأرض، فبيعضه من رقبته لحد ما بيفقد الوعي. بعدها بيسيبوه وبيهربوا، لكنهم مش بيقدروا يطلعوا على السلم وبيفضلوا يحاولوا لكن بيتحركوا ببطء. في الوقت ده هيتر بيبدأ يفوق وبيمشي وراهم عشان يلحقهم، وبتفضل ليندي تشاور اللي كانت على الأوضة اللي حاولت تهرب منها قبل كده، لكنهم بيتفاجئوا إن هيتر ركب إزاز جديد للأوضة. فبياخد كات أباجورة وبيحاول إنه يكسر الإزاز، لكنه بيكون قوي جدا، وقبل ما كات بيكسره بيدخل هيتر وبيكون معاه المشرب بتاعه وبيقرب من كات اللي بيمسك إزازة عشان يضرب بيها هيتر، لكنه بيفتكر عيلته وإنه هرب منهم بسبب المشاكل وقرر يعيش لوحده. ولما هيتر بيقرب منه بيخاف أكتر لأنه بيفتكر اللي هيتر عمله فيهم. وبنشوف كات وهو مش قادر إنه يهاجم هيتر، فبيضرب نفسه بالإزاز في رقبته وبيحاول إنه يقتل نفسه لحد ما بيفقد الوعي. وهيتر بيسيبهم وبينزل بسرعة عشان ينظف المكان قبل ما المحققين يوصلوا. ولما المحققين بيوصلوا بيت هيتر بيكون الباب مقفول، فبيكسروا الباب وفاولر بيبان عليه التعب لأنه شرب من كوباية المية وبيقع على الأرض. في الوقت ده كيرنز بيفضل يدور في البيت لحد ما بيوصل للأوضة الموجود فيها التلاتة، وبيكون مستغرب جدا من اللي شايفه، وفجأة بيسمع صوت ضرب نار جاي من بره، فبيخرج بسرعة وبيلاقي هيتر قاعد على حمام السباحة وفاولر واقع في المية بعد ما هيتر قتله. بعدها بيوجهوا المسدس على المحقق كيرنز وبيضربه بالنار في بطنه، لكنه قبل ما يموت بيضرب هيتر بالنار في راسه وبيقتله، وبيقع كيرنز في المية وبكده بيموتوا هما التلاتة. وبنروح للاندي وجيني اللي بيكونوا مش عارفين يتحركوا، وده بعد ما كات قتل نفسه، وبيفضلوا يطمنوا بعض ومش بيكونوا عارفين يتصرفوا ازاي. وهنا بيخلص فيلمنا. لو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لايك وشير وتفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. سلام.